قديه السوشي ببين معقد وشغله كتير صعب، بس هو كتير هين. أول شي عندي كبايتين رز مصري، أو فيكن تستعملوا الرز الخاص للسوشي، بس صدقوني ما بتفرق. حطيت لكل كباية رز بدل كباية ونص مي كبايتين، وحطيتهم على نار هادية لحتى استووا. بس استووا ضفتلن الخل المخصص للسوشي. إذا مش متوفر عندكن الخل تبع السوشي، بتحطوا خل، ربع كوب خل مع ملعقة صغيرة سكر. أنا هون استعملت نص كوب من خل السوشي. هلأ بدي بلش حضر الأشياء اللي بدي أحطها بقلب السوشي. عندي أول شي خيار، هدول المكونات كتير أساسية بالسوشي. بقطعهم بالطول بهيدي الطريقة. أنا استعملت هون 3 حبات من الخيار، وكمان الجزر رح أقطعهم بنفس الطريقة بالطول. خلون يكونوا شوي رقاق مش سماك حتى ما يضايقونا نحن وعم ناكل السوشي. هون عندي افوكا، قطعت حبة افوكا مثل ما قطعت الخيار والجزر. في الثاني حبة رح اقطعها بهيدي الطريقة شرائح لحتى احطها على وجه السوشي. هلأ بتشوفوا كيف. هلأ صار عندي الخيار الجزر الافوكا مقطعين بالطول مثل ما شفتوا. هلأ بدي اقطع المانجو. قشرت حبة المانجو وقطعتها كمان مثل ما عم بتشوفوا بالصورة. قطعت منها شرائح كمان طويلة مثل ما عملت بالأفوكا، وقطعت منها كمان مثل ما قطعت الخيار والجزر. شوفوا قد لازم تكون الشرائح رقيقة لحتى ما تضايقنا نحن وعم نلف السوشي. هلا عندي كمان علبة من التونة القطع بتكون، وعندي أصابع كراب. نقوا تونة وكراب بيكونوا كتير طيبين، لأنه كتير يعني طعمتهم بتبين بالسوشي، وكتير بيطلع أطيب إذا كانت نوعيتهم طيبة. عندي كمان ريديس، شريمب أو جمبري. حطيت معه شقفة زبدة وبس بهار أسود، قليتهم لحتى استووا تقريبا دقيقة على كل ميلة، أبدا مش أكتر لأنه بيصير قاسي. عندي كمان ملعقتين مايونيز، رح حطيت فوقهم ملعقة صغيرة حر وخلطتهم كتير منيح. هلأ بدي بلش طبق السوشي بورق النوري. مثل ما شايفين بتجيبوه جاهز من السوبر ماركت. بتحطوا اول شي الورقة، بعدين بتحطوا فوق الرز طبقة من الرز، بعدين بتحطوا الحشوة اللي بدكن اياها. هيدي اول رول سوشي. تاني رول حطيت الورقة النوري فوقها ورق طبقة من الرز رقيقة. حطيت صوص المايونيز، بعدين شريمب، افوكا، خيار، جزر. انتو اللي بدكن اياه فيكن تحطوا فيها، وفيكن تستعملوا سمو، انا ما كان متوفر عندي. وبدي اقلكن كمان على المايونيز تبع السوشي ما متوفر عندي، بس هيدا كتير بديل نافع له. ممكن تستبدلوه كمان بالجبنة الكريمية. كمان بدي اقلكن على معلومة كتير مهمة. انتوا عم بتلفوا السوشي رصوها كتير منيح لحتى تكون مشدودة معكن لما تقصوها، وما تكون مفرغة من جوا. عملت وحدة بالتونة، حطيت معها افوكا وجزر كمان لفيتها. فيكن تستعملوا كمان تحطوا منها بخضرة بس. بدي اعمل وحدة مقلوبة، ومن برا حيكون الرز. حطيت ورقة النوري، مديت طبقة من الرز، رشيت عليها سمسم فوق الرز، وكبستهم كتير منيح لحتى يلزق السمسم بالرز. بعدين بمسك الورقة وبقلبها. ما تخافوا ما رح تتخزق معكن طالما الرز معكن بارد كتير منيح. اذا كان سخن الرز احتمال كتير انه تتشقق الورقة معكن. حطيت فوقها المايونيز، بعدين حطيت ريديس، حطيت افوكا، جزر. فيكن تضيفوا كمان عليها مانجا اذا بتحبوا. فيكن تستعملوا الفريز كمان، كتير بيعطي النكهة طيبة. ولفيتها كتير منيح. شوفوا منظرها كيف طلع كتير حلو. فيكن كمان تضيفوا فوق السمسم حبة البركة. هلأ عملت وحدة مثل ما عملت اللي قبلها، بس بدون ما رش سمسم. حطيت فوقها شرائح المانجو وحاولت شدهم كتير منيح ليلزقوا. كمان بالافوكا نفس الشي، بس عملتها غير طريقة. مثل ما شايفين حطيت الافوكا فوق الرز، حطيت الحشوة، بعدين لفيتها. عن جد الخبرية كتير سهلة وبتسلي عن جد، وكتير حبيت الشغل فيها لانه يعني تفنن. انتم مثل ما بدكم فيكم تعملوا الورقة، مثل ما بدكم فيكم تعملوا الحشوة، الشكل من برا
انتو فيكم تتحكموا فيه، يعني فن على الاخر. شوفوا انا كتير حبيت شكل الرول المانجا، كتير شكله حلو كيف جايين الالوان من جوا. وهيك بتقطعوا السوشي وبتقدموها مع صويا صوص، اكيد الصوص الاساسي. فيكن كمان تستعملوا صوص الوسابي اللي هو كتير حار اذا متوفر عندكم، واذا بتحبوا الحر كتير. شوفوا منظرهم ما شاء الله، شي كتير حلو وكتير طيبة، واكيد بتكلف اكتر بكتير، من اكتر اقل بكتير من برا. هون على الجنب عملت السلطة اللي بتتقدم بمطاعم السوشي كمان، هي الرايس نودلز. اول شي قليت جزر كمان شرائح طويلة، زدت فوقهم الملفوف مقطع، بعدين صويا صوص وبصل اخضر، زدت كمان قريدس مقلي اللي قليتهم قبل، كمان ضفت فوقهم الكراب المقطع. الرايس نودلز كتير هينة، بتحطوها بجاد بس وبتحطوا فوقها مي سخنة مدة 5 دقايق وبتصفوها، بتكون صارت جاهزة عندكم. بضيفها فوق الخضرة يلي انا قليتها، القريدس والكراب اختيارية، فيكم تحطوا يلي بدكم اياه، فيكم ما تحطوا. وبتحطوا كمان صويا، كتير طعمتها بتبين بالصويا. بعدين ضفت فوقها الرايس نودلز، وهيك صارت جاهزة عندي. قدمتها بالصحن، حطيت عليها بقدونس، زينتها بالبقدونس، كانت كتير طيبة. جربوا الوصفة وألف صحة.